هذا الباب مفتوح. السلام عليكم حبايبي. راح اخبركم شو صار. انا وسارة طلعنا الصبح نتشمس، بتعرفوا يعني الواحد الجو شمس وحبينا نطلع نتشمس. اوكي، فاللي صار انه لقينا باب الكلر مفتوح من برا. شوف، فقلت لانه انا مسكره بايدي يا جماعة، انا هذا باب الكلر مسكره بايدي. طلعت اجيب الكاميرا افرجيكم كل شيء. شايفين هذا الباب لقيناه مفتوح، انا لسه ما دخلت. خليك عند الباب. ها انا سارة ما مستحيل انا بفوت من الباب هداك. انت شفتي الباب مفتوح؟ ايه، لانه يا جماعة سارة اجت قبلي قالت لي خالد الباب مفتوح. بس انا فكرت انه انت فتحته يعني ما. نحن بالعادة نجي نقعد هون حبايبي لحتى نتشمس. هون القعدة بتفتح الروح بصراحة. طبعا انا لما رحت اول ما طلعت رحت جبت الكاميرا، تأكدت انه الباب اللي يفوت على البيت من جوا، لانه في باب كمان تعرفوه انتم هذا اللي بينزل تحت مسكر. تعال بابا. لا تروح يلعب بس عشان له البيضة، شكله البيضة مكتوب عليها سكر. شايفين يا جماعة هذا اللمبة، هذا الباب مفتوح. بلكي فات شي غلط، بلكي فات شي يعني غلط، مش عارف انا. هذا الباب حبيبي، هذا اللمبة. بسم الله. هذا الباب مسكر شايفين، والمفتاح من جوا. كيف معقولة ما حدا فايت؟ شايفين الأغراض هاي؟ أنا فرجيكم هي تقضي اللمبة. شايفين الأغراض هاي كلها كانت بالخزانة، واقعة كلها مفتوحة مسدودة، فيها بواط وكاس مش عارف. وهذا الكيس هون كان موجود لأنه أنا هون بلعب رياضة. في حدا قال لي انه في كاميرا مراقبة، انا شفتها في كاميرا مراقبة. ما في شيء كرسي تمام سارة. في حدا هون؟ ما الى الان ما في حدا. ايه والله ما بعرف. انتوا قلتوا انه خالد في كاميرا مراقبة على الدرج. هذا الدرج حبايبي ما في كاميرا مراقبة، هاي لمبة. اذا هاي لمبة اوكي، لمبة بس محطوط لها حماية. ما في حدا سارة. ها؟ غرفة الغسيل. سارة؟ انت امتى اخر مرة نزلتي شفتي الغسيل؟ امتى غسلتي؟ امبارح اي ساعة؟ بالنهار. والباب كان مفتوح هيك؟ لا. حمزة تعال ماما. ما في شيء، الباب بس مفتوح، ما لقيت شيء. حمزة شوف حمزة وين في مكان بشع يروح عليه. رايح اجيب لي حصير. سارة شو رايك اللي عم يصير؟ الباب مفتوح. طيب يعني نحن شو بدنا نساوي هلا؟ جد يا جماعة والله عم صوركم لأنه ماني عارفان شو بدي اساوي. هذا الباب لقيناه مفتوح هيك هيك مفتوح. المشكلة كيف مرق من هون؟ بس الباب هيدا الباب كمان مقفل، يعني نحن هيدا ما بنفتحه. عادي بيقدر ينط من هنيك خالصين. في كمان من هون بيقدر ينط من هون، بيقدر ينط من هون، في 100 قصة. وهيدا كيف فتحه؟
خلص نحن البوليس اصلا قالنا اذا في شيء لازم نرجع. روحي شوفي الغسيل كل شيء تمام. شو ما بدي انزل، لا خلص ما عاد انزل، الغسيل ما عاد انزل اغسل غير لما تيجي معي. الباب اللي فوق مفتوح؟ الباب اللي فوق مسكر، شفته انا اول ما نزلت. هذا دائما لازم يتقفل يعني. وهي اليوم عم نشمسها طبعا يا جماعه. اجوا يا بابا، السلام عليكم. سعد قلبك، انا سعد قلبك. سلمي عليهم. مرحبا. شو؟ ما شاء الله. واليوم حمزه منوره. نورك يا قلبي. والله يا ام حمزه ما انا عارفين نقعد بهالبيت. اي والله. شو توترت بصراحه. لا خلص بدنا طيب بلكي حدا نسيان الباب مفتوح. طب انا امبارح اوكي بقدر اقول هيك، بس انا امبارح نزلت غسلت يعني بالنهار وانا ما ظهرت بالليل لحتى ينفتح الباب. انت حاطه البواط القديمه مفتوحه كلها مكبوبه. هاي مكبوبه من زمان. انا لما كنت العب نادي ما كانت مسكره. ما بعرف، انا من لما فتوا على النادي انتوا انا ما بفتت على هذيك الاوضه دو، بس بروح بغسل وبطلع. حبايبي شايفين هذا الباب من برا ما له مسكه، شايفين؟ يعني لازم يكون مفتوح من جوا. عمّا سارة عاملة مقلب صغير. ها سارة فتحت الباب وقلت لي الباب مفتوح، مو هيك؟ لا خالد، لا ضلي تضحكي. ما عم بضحك. متأكدة؟ ايه انا برأيي هلا ما بقى نحكي كثير ولا نساوي نتصل بالبوليس. نتصل بالبوليس يا جماعة، أنا ما بجنني غير تقولي نتصل بالبوليس، كأنه البوليس والله شوفي الباب مفتوح، ليش الباب مفتوح؟ ما بنعرف يا أخي، تعالوا شوفوا لنا ليش الباب مفتوح. صار ما في لا جريمة قتل لا كذا، بس نحن مراقبين وعارفين حالنا، وما عارفين شو القصة، وما عارفين مين اللي عم يراقبنا، وما عارفين شو بده منا. يعني الموضوع يعني بتحسه بايخ وتحسه كمان خطير. عرفت شلون؟ يعني المشكلة ما بنعرف شو بده او شو رح يطلع من القصة، يعني او ليش عم يعمل هيك. اوكي يا جماعة، رح اخبركم شو رح اعمل بصراحة. خطر ببالي الباب مفتوح. الباب اكيد انفتح بالليل لانه نحن فقنا واجينا قعدنا هون لقينا الباب مفتوح. فانا اليوم راح اقعد تحت، راح اشوف اذا في شيء، راح استنى اذا في حدا راح يجي، راح اشوف كيف البوست على الاقل منه اضل صاحي. اذا حدا دق الباب، اذا حدا حط بوست، اذا حدا حط لنا شيء راح اشوف. يعني راح استنى، عرفت شلون؟ اذا حدا فتح الباب، لانه مانك عرفان انت شو عم يصير. باب بيتك مفتوح، خاصه الباب الفوقاني اذا رفس رفسه صغيره بينفتح. يعني الموضوع مو بس موضوع مراقبه، يمكن يفوت يسرقوا البيت. تعال حمزه. لذلك انا ماني خايف وانا عم اقول اني راح انزل اليوم، لانه اذا كان هو من متابعيني او بيتابعني مثلا وعم يراقبني فما راح يعرف، لانه هذا الفيديو راح ينزل بعد ما يتم تصوير الفيديو اصلا الثاني. عرفت شلون؟ هلا ماني عرفان شو بدي اعمل، بس خبرتكم انه الباب مفتوح. بحبكم، السلام عليكم.